الضرب في 10 والقسم على 10، القاعدة بتقول ايه؟ بيتحرك كل رقم في العدد خانة جهة اليسار وتزداد قيمته 10 أضعاف. احنا بنتكلم على الكسر العشري. الكسر العشري هيتحرك الرقم جهة اليسار وتزداد قيمته 10 أضعاف. يعني احنا قلنا مثلا لو ضربنا 57 في 10، اللي هيحصل ايه؟ ال57 هتتحرك ناحية اليمين وتزداد قيمتها 10 أضعاف. قيمة الخمسة بقت 50. الخمسة الخمسين دي بقت 500. لو انا ضربت ايه؟ 57 في 10، ال50 بقت 500 والسبعة بقت 70. طيب الكسر ايه اتحرك ناحية ايه؟ ناحية اليمين. ضربنا في 10 اهي، فحولنا الكلام لمئات، بقت ال50 500 والسبعة بقت 70. هنا برضو لو ضربنا هوت ايه, 3.2 في 10، لان دي ممكن تلخبط شوية. 3.2 في ايه؟ في كسر. طب هناخد 3.2، 3 بوينت 2، هنضربها في ايه؟ في 10. تتحرك التلاتة يبقى 3، والاتنين تتحرك يبقى 32. يبقى اما هنضرب ال الاتنين التلات اللي هي ال3.2، اما نضربها في 3.2، 3.2 اهي، هنضربها في 10 تتحول 32. ال57 دي ضربناها في 10 اتحولت لإيه؟ ل570. طيب القسمة بقى، عند القسمة يحصل العكس، يتحرك كل رقم في الخانة جهة اليمين، هيقل وتقل قيمته 10 أضعاف. طب ازاي الكلام ده؟ ال75 اهيت هقسمها على 10. 57 هقسمها على 10، 57 نقسمها على 10، هيبقى الناتج 5.7. يبقى 5.7. الخمسة هتحول ال50 هتتحول ل5، والسبعة هتتحول ل7. طيب الكلام ده برضو لو انا ضربت ايه؟ قسمت 3.2 على 10، هيحصل ايه؟ الناتج يبقى 32%. 32%. قيمة العدد العشري قلت بالقسمة على 10. التلاتة بقت 3، والاتنين بقت 2%. عملية اما بضرب بتحرك ناحية اليسار لما بضرب، والقيمة بتزداد 10 أضعاف. لما بقسم العدد بيتحرك ناحية اليمين وبتقل قيمته 10 أضعاف، وشكله